أهلا بالجميع. خلال الساعات اللي فاتت انتشر فيديو على السوشيال ميديا وأثار جدل كبير، وبيزعم إنه له علاقة بالبلوجر العراقية كروان الدميري. الفيديو خلى ناس كتير تتساءل هو اللي فيه حقيقي ولا مجرد فيديو مفبرك واتعمل عشان يصير ضجة. لحد دلوقتي ما فيش أي تأكيد رسمي على صحة الفيديو أو مصدره. أي فيديو بينتشر من غير مصدر واضح أو تأكيد رسمي لازم نقف عنده شوية. السوشيال ميديا مليانة مقاطع ممكن تتقص أو تتعدل أو تتاخد خارج سياقها الحقيقي. كروان الدميري معروفة عند جمهورها العراقي بأنها صنعت محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتقدم فيديوهات متنوعة ما بين الكوميديا والمواقف الحياتية ورسائل اجتماعية بتعكس شكل الحياة الأسرية بالمجتمع العراقي، وعندها أكثر من 1,000,000 متابع، وده خلاها واحدة من الأسماء البارزة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. أي شخص عنده جمهور كبير بيكون أكتر عرضة للاستهداف، وده بيحصل كتير من صناع المحتوى خصوصا لما يكون ليهم تأثير واسع. كروان علقت بشكل مختصر على موضوع من خلال ستوري على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت جملة فهمها ناس كتير على إنها رسالة ثقة في نفسها وعدم تأثرها باللي بيتقال، ولكن لحد اللحظة دي ما دخلتش في تفاصيل ولا أكدت أو نفت بشكل مباشر صحة الفيديو. الصمت أو الرد المختصر مش دايما الاعتراف أو الإنكار، أحيانا بيكون اختيار واعي لعدم تضخيم الأمور أو الدخول في دائرة جدل ملهاش نهاية. عدد كبير من رواد السوشيال ميديا دعوا للهدوء وعدم التسرع في الحكم، وأكدوا أن النوع من الفيديوهات دي ممكن يستخدم للتشهير أو جذب الانتباه، خصوصا في ظل التلاعب بالمحتوى الرقمي بالذكاء الاصطناعي. التشهير الإلكتروني ممكن يدمر سمعة أشخاص في دقائق حتى لو كانوا أبرياء. المشاركة بدون تفكير بتخلينا جزء من المشكلة من غير ما نحس. الجدل لسه مستمر والحقيقة لسه مش واضحة. الأفضل هو عدم تداول أي محتوى مش مؤكد، واحترام الخصوصية، وعدم تحويل الشائعات لأحكام نهائية. تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل أخبارنا الجديدة.